تخيل تصحى من النوم ما تلاقيش انترنت، مفيش واتساب، مفيش يوتيوب، مفيش جوجل تدور فيه على اي حاجة. ببساطة العالم هيرجع 30 سنة لورا في لحظة. بس السؤال هنا بقى، ازاي حاجة مش ملموسة زي الانترنت قدرت تغير العالم بالشكل المرعب ده؟ القصة بدأت مش علشان ترفيهي ولا عشان السوشيال ميديا، بدأت بسبب الخوف. ايام الحرب الباردة امريكا كانت خايفة ان لو حصل هجوم نووي كل وسائل الاتصال تقع مرة واحدة، ففكروا في فكرة عبقرية. ايه رأيك نعمل شبكة لو جزء منها وقع الباقي يفضل شغال؟ ومن هنا بدأت أول نسخة من الإنترنت. الفكرة كانت بسيطة جدا، تقسيم المعلومات لأجزاء صغيرة وتتباعت في طرق مختلفة وتتجمع تاني عند الشخص التاني. يعني لو الطريق اتقفل المعلومة توصل من طريق تاني. بس اللي محدش كان متوقعه إن الفكرة دي مش هتنقذ التواصل وقت الحرب بس، دي هتخلق عالم جديد بالكامل. الإنترنت خلى طفل في قرية بسيطة يتعلم نفس اللي بيتعلمه طالب في أكبر الجامعات في العالم. خلى واحد قاعد في أوضته ماسك التليفون يبني شركة تساوي مليارات. خلى المعلومة تبقى أرخص من أي وقت فات، زي اللي أنا بعمله دلوقتي، بديك معلومة وأنت قاعد ماسك التليفون، حتى مش هين عليك تعمل لي لايك. بس في نفس الوقت خلى الانتباه أغلى حاجة في العالم. دلوقتي أنت مش بس بتستخدم الإنترنت هو اللي بيستخدمك وبيفهمك وبيعرف انت بتحب ايه وبيقرر تشوف ايه بعد كده. الاختراع اللي اتعمل علشان يحمي التواصل بقى هو اللي بيشكل عقولنا وتفكيرنا. والسؤال الحقيقي هنا بقى مش الانترنت غير العالم ازاي، السؤال الحقيقي هو بيغيرك انت لإيه. وخلصت على كده.